هذه القصيدة كلمات علي التركي، معترف في المملكة العربية السعودية، وهي مهدية ومرسلة لأولاد نفاع الدهمشي الأخوة، وعلى رأسهم محمد نفاع الدهمشي، بمناسبة افتتاح السوق الجديد. يقول فيها كالتالي: يقول مشعل ونايف يا عزيم القوم، بمناسبات افتتاح السوق أهلا وسهلاني، أعذر بمن أعتذر وأهلا بمن جاني، أهلا بالورد فله وريحاني. يقول محمد أبو وليد يا عز الأخواني، يا أبو عبد العزيز يا الوالد الثاني. قم يا شبابي رحب بضيفي، ضيفي من ديرته لا سوقنا جاني بفرحة وشوق عياني. رحب وسهل بضيفي يا أبو ركان، حي الله الضيف وأصحابه ذهب صافي، وارحب على الراس والأعيان يا ضيفي. هذه قصيدة علي كلمات والحاني، ويهدي العيال نفع على أخواني، وللأحباب والأصحاب وجيراني، وكل من شاركوا من الأهل وأعمامه، ويرسل عبر تلفاز وإعلانه، يسمع بهج النقاصي هاي وداني. واختم صلاتي على خير مرسال، ذي جاءنا بالهدى فرض سنه قرآني. يقول مشعل ونايف يا عزيم القوم، بمناسبة افتتاح السوق أهلا وسهلاني، أعذر بمن أعتذر وأهلا بمن جاني، أهلا بالورد فلها وريحاني. يقول محمد أبو وليد يا عز الأخواني، يا أبو عبد العزيز يا الوالد الثاني. قم يا شبابي رحب بضيفي، ضيفي من ديرة لسوقنا جاني بفرحة وشوق عياني. رحب وسهل بضيفي يا أبو ركان، حي الله الضيف واصحابه ذهب صافي، وارحب على الراس والأعيان يا ضيفي، وارحب على الراس والأعيان يا ضيفي. هذا قصيدة علي كلمات والحاني، ويهدي لعيال نفاع الأخواني، وللأحباب واصحابه وجيرانه، وكل من شارك من الأهل وعمامه، ويرسل عبر تلفاز وإعلانه، يسمع بهالجنة قاسية وداني، ويرسل عبر تلفاز وإعلان، يسمع بهالجنة قاسيها وداني، يسمع بهالجنة قاسيها وداني.